غالبا خلى مصر تدفع ضعف الضريبة للسلطنة عشان مجرد لقب. ولأن الكرم أو البذخ اللي كان بيمتاز بيهم الخديوي إسماعيل، عمل حفل تنصيب له في اسطنبول ووزع على الشخصيات المهمة هدايا فخمة. بعد أسابيع من حفل التنصيب قرر السلطان العثماني إن هو يزور مصر، وطبعا الزيارة ديت كلفت الخزينة المصرية مبالغ طائلة من مظاهر الاستقبال والحفلات والهدايا للسلطان وحاشيته، كل ده عشان يقوي علاقته بالدولة العثمانية. الخديوي إسماعيل كان بيتصرف كرئيس دولة مستقلة، وغالبا ده كان هدف من ضمن أهدافه إن هو ما يكونش تحت سيطرة الدولة العثمانية. وأنا هقول لك ليه. يعني في حفل تنصيبه بعت دعوة لقناصل الدول وألقى قدامهم خطاب، ودي كانت أول مرة إن والي يحكم مصر يعمل كده. وكمان طلب إنه يحصل على حقوق امتلاك أصول حربي، وكمان إنه هو يعين سفراء في الخارج، وإنه يعقد اتفاقات تجارية مع بلدان تانية. وطبعا الباب العالي رفض كل الطلبات ديت. الخديوي إسماعيل يسكت؟ طبعا لا، راح مقدم على طلبين جداد. الطلب الأول إنه هو يحصر حق الحكم لورثته المباشرين. الطلب الثاني إنه يحصل على لقب جديد أهم من لقب الوالي. حفيد محمد علي كان عايز لقب العزيز، لأنه اللقب ده اسم من أسماء الله الحسنى. بس قعد فكر فيها كده، إزاي السلطان العثماني اسمه عبد العزيز وهو عايز يسمي نفسه عبد العزيز؟ العين مش هتعلى على الحاجب. المهم قعد يفكر واستقر على لقب الخديوي، يعني بالفارسية السيد. التاريخ ما ذكرش الخديوي إسماعيل دفع قد إيه عشان يحصل على اللقب ده، بس في شاهد اللي هو إن مصر كانت بتدفع في الأول ضريبة للسلطان العثماني بمقدار 80,000 كيس، بقت مصر بتدفع 150,000 كيس. والكيس هنا وحدة قياس قديمة كانت بتستخدم لقياس الحبوب أو المواد الزراعية في مصر. وطبعا الزيادة في الضريبة سببت ضغط كبير على الفلاحين وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام، خصوصا ان في الوقت ده كان في اكتتاب لتمويل المشاريع الضخمة وتسخير الفلاحين في حفر قناة السويس. وبمناسبة قناة السويس، تعرف ايه دور الخديوي إسماعيل في حفر قناة السويس؟ لو تعرف اكتب لي في كومنت، واستناني الحلقة الجاية. حكاية صاحب الانتيكات لسه ما خلصتش.